شايفين الباشا اللي قاعد دوت ومستقنيص والدنيا حلوة وتمام، وقاعد كده انه بيه، انه قاعد باشا، قاعد البشوات. عارفين ده مين؟ ده ابو البنت اللي بسببها اسلام اتسحل واتخطف واتذل ولبسوه ملابس نسائية ولفوا بيه في بنها وذلوه احسن ذل وكسروا نفسه، وربنا يكفيكوا شر كسرة نفس الراجل. دايما اقولها وهفضل اقولها، الباشا دوت ابوها بص قاعد بكل كبرياء وشموخ. وطبعا لما جم واجهوه وقالوا له ان انت يعني ليه عملتوا كده ولا زل، قال لهم اصل هو خطفها. طب يا حاج انت كلامك متضارب. لا لا، ده احنا هنكشف كدبك للنهاية. هو بيقول ان هو اسلام خطفها، فقالوا له لا، ده هي اللي راحت له. قال لها، فهو مش عارف يقول ايه. هو يقول حتى لو هي راحت له، هو بقى راجل وابن راجل، ان هو مفروض كان يرجعها. وان هو ليه قفل موبايلها؟ انت شفته يعني انت حاطط كده تطبيق على الموبايل، البت تعرف لو الموبايل اتقفل مين اللي قفله؟ ليه قفل؟ وما يمكن هي اللي قفلاه، زي هي ما مشت من نفسها وقالت كده قدام تحقيقات النيابه. ليه؟ وبص العنطازه اللي هو فيها، انا مش فاهمه مالك منفوخ قوي ليه كده. وبعد كده فبيقولوا له انت مش راضي تعترف ليه ان البنت هي اللي هربت؟ وبيتكلم بص والله العظيم يعني انا مش عارفه الثقه بالنفس دي والعنطزه دي جايبها منين. وغير كده وكده افهموه بقى لما جم قالوا له ان يعني لا هو ما خطفهاش، وغير كده وكده قالوا له مش اخت اسلام جت وجابت لك البنت؟ مش فاكر مش فاكر يا باشا مش فاكر يا حجوج، مش فاكر ايه. هو الزهايمر جه في النقطه دي واشتغل بقى ولا ايه؟ مش فاكر بصراحة يعني، والنبي ما تتعبوا قلبي. أنا مش فاكر، أنا لو فاكر هقول لكم، أنا مش فاكر. خلاص ما تتعبونيش وتقرفونيش. فهو عارف كويس جدا إن أخت إسلام جابت له البنت، بس هما بقى يعني الغل والسواد اللي في قلوبهم، والشيطان اللي في دماغهم ده هو ده شياطين الإنس. فهم جاوا مصوروهم لا احنا هنيجي نعترف. طب هيقولوا لما انت اخت اسلام اهو يعني جابت لك البيت، يبقى معنى كده ما كانش خاطفها، وهي اللي راحت له بنفسها، وهو جالك مرتين وليه الذل ده؟ لا، انت بتبرر ان انتوا او البلطجه اللي انتوا عملتوها في الولد من خطف وان هو اعتدوا عليه، وان هو واكيد ان هو الولد كان ماشي معاهم مسيرهم. ده ان هو بيقول حصل كده بعد ما شربوه كان شرب بق ميه فمن عندهم، فاكيد كان حاطين له حاجه في الكوبايه الميه، لانه الولد كان مطوعهم اطلع انزل ويلف ومش عارفه ايه ويتضرب على قفاه ايه ويقوم ويطلع تاني. الولد حتى ما كانش فيه اي مقاومه او اي حاجه، ماشي ولا بيد، لانه كان ماشي في حلم ومش حاسس باي حاجه. فحسبي الله ونعم الوكيل. انت يمينكم لله، الولد جالكم مرتين كنتوا جوزتوها له بدل الفضايح دي كلها، وكلكم هتتلطوا اهو في سجن، تستحقوا ان شاء الله تاخدوا اعدام من اولكم لاخركم. حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ.